السلام عليكم إخواني أخواتي، تحية الإسلام أزوليتما سويتما التحية بالأمازيغية. ولا تنسوا أن تعطروا أفوامكم بالصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اسمعوا حكاية الأسد والذئب والثعلب. خرج الأسد والذئب والثعلب للصيد، فصادوا حمارا وظبيا وأرنبا. فالتفت الأسد إلى الذئب قائلا: قسم بيننا الصيد أيها الذئب. قال الذئب: الحمار لك أيها الأسد، والظبي لي، والأرنب للثعلب. لم تعجب قسمة الذئب للأسد، فضربه بيده الجبارة فتدحرج رأسه أمامه، يعني قتله. ثم التفت إلى الثعلب قائلا: ذئب غبي لا يحسن فنون القسمة، قسم بيننا الصيد أيها الثعلب. قال الثعلب: الحمار لغذائك أيها الأسد، والظبي لعشائك، والأرنب تتخلل به بين ذلك. ضحك الأسد ثم قال: من علمك فنون القسمة أيها الثعلب؟ قال الثعلب: رأس الذئب الذي تدحرج أمامي منذ قليل. وفي الأخير، إن أعجبتكم القصة المرجو ألا تبخلوا عنا بالتعاليق والإعجاب والسلام.